هذا ما تركته آثار الهمجية الصهيونية من خلال قيام جنودها جنود الاحتلال الإسرائيلي باقتحام عدد من منازل كوادر ومناضلي بلدة كفر الديك، وهم أحمد الديك وفارس الديك، والعبث بمحتويات منازلهم وتحطيم أثاثها. معنا أخونا فارس الذي قام ضابط المخابرات الإسرائيلي بالاتصال عليه حيث لم يكن متواجدا في منزله صباح هذا اليوم. أخ فارس، شو تقديرك لهي الحملة الهمجية اللي بتكون فيها قوات الاحتلال؟ طبعا هذه الحملة من ضمن الحملات المسعورة اللي بتكون فيها قوات الاحتلال، والحملة زادت طبعا بعد إعلان الدولة والفرحة الفلسطينية العارمة التي قام بإعلان دولة فلسطين الأخ أبو مازن، وهناك كان تأييد واضح وقوي من قبل المجتمع الدولي، حيث ان الفرحه العارمه التي سادت الوطن نحن كنا من ضمن الفئه او الشباب الكادر الفلسطيني الذين قاموا ضمن هذه الفعاليات. هناك طبعا تفاجأت الساعه الثانيه صباحا باقتحام قريه كفر الديك قوه كبيره من جنود الاحتلال، اكثر من 200 جندي و20 آلية اقتحموا منزل خالي أحمد الديك عضو لجنة الإقليم وكادر من كوادر حركة فتح، وفي نفس الوقت اقتحموا منزلي في قرية كفر الديك، حيث أنني كادر من كوادر حركة فتح، وتعرضت لعدة مرات للاعتقال وسنوات الاعتقال، وكما أنني منسق للجنة الشعبية لمقاومة الجدار في قرية كفر الديك، وعضو هيئة عامة لمقاومة الجدار في الضفة الغربية. وكما ترون الأفعال الوحشية التي قاموا بها من خلال عبثهم بلعب الأطفال لكي ينتقموا حتى من أطفالنا وزهرات فلسطين، وخص بالذكر بناتي، حيث أن الكل مستهدف، الحجر والبشر والمنازل وكافة شرائح كفر الديك يتم استهدافها من قبل قوات الاحتلال. قاموا بتكسير محتويات المنزل، وقاموا بخلع الأبواب الرئيسية وتكسير كافة محتويات المنزل. فلذلك نقول نحن صامدون ونحن مستمرون في حراكنا الشعبي، ونحن داعمون للأخ القائد وللقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الأخ القائد الرمز أبو مازن. ولن ترهبنا هذه الأعمال الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال المدعومة من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة. وبكرر كلامي، نحن صامدون، يا جبل ما هزك ريح. طبعا هناك في تبليغ إلي على أساس أني أقوم بتسليم نفسي إلى قوات الاحتلال في قلقيلية في الإدارة المدنية الموجودة في قلقيلية. أنا صامد في أرضي، في وطني، في بلدي. هل تلقيت تهديدات من قبل ضابط المخابرات الإسرائيلي الذي تحدث معك عبر الهاتف؟ وهل توعدك بأن يقوم بأعمال إضافية من أعمال التحطيم والتكسير في المنزل إذا أنت لم تقم بتسليم نفسك؟ صحيح، اتصل علي ضابط المخابرات، قال لي أنا ضابط المنطقة قلقيلية وسلفيت، اسمي الكابتن دوف. قال لي فارس وين موجود؟ قلت له أنا موجود برام الله. قال لي لازم تسلم حالك، إذا ما سلمتش حالك تعتبر أنت من الآن مطارد لقوات الاحتلال كما كنت مطارد سابقا، وقال لي سوف تكون مشروع تصفي لدينا إذا لم تسلم نفسك في أسرع وقت ممكن. كان جوابي أنني أنا في ظل السلطة الفلسطينية، أنا في مناطق ألف ساكن حاليا موجود، ومقدرش اني اصل كفر الديك التي تبعد عن رام الله 40 كيلو. بدا يهدد يوعد ان الدار سوف انصب عليها ثكنه عسكريه، واطرد كمان السكان الساكنين في المنزل، حيث ان اخي ساكن في الطابق السفلي من بيتي، وقال سوف اقوم بطردهم وعمل بيتك ثكنه عسكريه. أكيد كانت تعامل قوات جيش الاحتلال يعني تعامل همجي وعنيف كالعادة، مثل ما عودونا على تعاملاتهم مع المواطنين الآمنين اللي بيكونوا موجودين في بيوتهم، وما بأخذوا بعين الاعتبار وجود أطفال أو نساء نايمين في المنازل، خاصة إنهم جايين في ساعة متأخرة من ليلة أمس. صحيح كلامك صحيح، حيث أن قاموا باقتحام منزلي ومنزل أخي برهان في الطابق السفلي، وقاموا بخلع ملابس أخي الساعة 2:30 ليلا في البرد القارس،
إخراجه من المنزل هو زوجته، وطبعا لم يشعروا بأن هناك في برد، في أطفال، في نساء، وكالعادة هم وحشيين بتعاملهم مع أبناء شعبنا الفلسطيني. على الرغم من أن شقيقك برهان يعمل ضابط في المخابرات الفلسطينية، إلا أن ذلك لم يكن ليشفع له أمام همجيتهم. صحيح صحيح، ما بيحترموا لا تصنيفات ولا رتبة عسكرية ولا ابن سلطة ولا منطقة ألف، ولا مثل ما قال الأخ القائد الرمز المناضل الكبير أبو مازن: كلياتنا تحت الاحتلال الإسرائيلي نرزح، فلذلك نريد أن نرتاح منهم، فلذلك نريد أن يكون لنا دولنا، نعيش كباقي دول العالم بأمان واستقرار بمشروع اقتصادي وسياسي وبعملية سلمية واضحة. بالمناسبة أخ فارس، أنت كنت أحد قيادات كتائب شهداء الأقصى في انتفاضة الأقصى الأخيرة، والآن أنت عضو هيئة عامة على مستوى الوطن في اللجنة العامة لمقاومة الجدار والاستيطان، وهذا أول اعتداء يحصل على منزلك ومنزل خالك وشقيقك في ظل إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة بإذن الله، والتي حازت على 138 صوت في هيئة الأمم المتحدة. فكيف ستنظرون إلى هذا الاعتداء في ظل وجودنا ضمن إطار دولة مستقلة؟ طبعا صحيح، كما تفضلت في البداية، أنا كنت أحد قيادة كتائب في فلسطين وعضوية عامة، وتعرضت 4 عمليات اغتيال وتم اعتقالي لعدة سنوات. بعد إعلان الدولة واعتراف 138 دولة بدولتنا الفلسطينية على رأسها الأخ القائد أبو مازن، والقدس طبعا راح تكون عاصمة فلسطين، لن نستبعد من مشروع الحكومة اليمنية المتطرفة من اعتقالات، من مصادرة أراضي، من توسيع المستوطنات، والهجمة سوف تكون أوسع من ذلك، والنضال لن ينتهي بوجود هذا الاحتلال في حدود فلسطين. فارس الديك، بصفتك أحد قيادات كتائب شهداء الأقصى في السابق، وفي الوقت الحالي أحد كوادر ومناضلين وقيادات حركة فتح، هل تعتقد بأن الاحتلال بأعماله الهمجية هذه سيردع الفلسطينيين عن الاستمرار بالمطالبة بحقهم كأناس عاشوا على هذه الأرض وجذورهم ما زالت راسخة فيها؟ هذه الاعتقالات والمداهمات وبناء المستوطنات والدمار الذي يقوم به الاحتلال لن يثني شعبنا من التقدم في الانتماء لوطنه وفي نضاله الشعبي السلمي ضد هذا الاحتلال. شكرا جزيلا، نتمنى لك السلامة، ونرجو أن لا تطال أيدي الهمجية والغدر أي منازل أو كوادر فتحاويين آخرين. شكرا لك. نتمنى ذلك.